تفتكروا إن الأمان عمره بيجي من جوه البيت؟ ساعات أكبر كارثة في حياتنا بتبدأ من ضحكة بريئة واهتمام شكله طبيعي، وأنا كنت الضحية. أنا منى. لما بابا مات حسيت إن الدنيا اتقفلت في وشي، بس قلت يمكن جوز أمي الجديد يرجع لقلبي الأمان. كنت بشوف زوج أمي مثال للراجل الكويس، بيعامل أمي بحنية زيادة، دايما بيضحكها ويشتري لها حاجات. كنت ببقى مبسوطة علشانها، بس كان جوايا سؤال غريب: هو ليه بيهتم بزيادة قوي كده؟ شوية شوية بقى ياخدني لوحدي، يجيب لي حاجات من السوق، أو يخرجني على كافيه، أو يشترينا آيس كريم. بيحكي لي عن أسراره ويضحك معايا زيادة عن اللزوم. كل يوم بحس إنه بيشوفني بنظرة غير بريئة، بس أقول يمكن بيعاملني زي بنته. جوايا كنت خايفة وبتجاهل إحساسي. بدأ الكلام بينا ياخد شكل أغرب، أسئلة عن حاجات مفروض ما يسألهاش، هزار كتير عن جسمي أو صحابي. مرة لقيته بعتلي صورة غريبة بالليل وقال لو حكيتها تبقى مشكلة، وسكت. حسيت بأول جرح. في يوم وأمي في الشغل دخلني أوضتها وقعد جنبي على السرير اللي بيناموا عليه. قرب مني بطريقة عمرها ما كانت بريئة. حسيت نفسي بتسحب لإحساس جديد كله قرف وغلط وخوف. يوم ورا يوم كل ما أمي تسيب البيت كان يجي يقعد معايا هناك، وعرفت الحقيقة: كل اللي كان بيبان اهتمام وعطف كان تمثيلية خسيسة، وكنت أنا الضحية. في يوم ربنا أراد وأمي دخلت علينا فجأة، شافت كل حاجة. اللحظة دي الحياة وقفت، أمي انهارت، البيت اتدمر، وأنا مش قادرة أبص في وش نفسي. اللي اتعلمته: مش كل اهتمام أمان، أوقات بيبقى أبشع سرطان ممكن يدخل بيتك وإنت مش واخد بالك. أنا اعترفت علشان نفسي وكل بنت تسمعني. لو إنتي حسيتي بحاجة مش مريحة اتكلمي قبل ما تتكسري. حد فيكم مر بحاجة زي دي؟ اكتبيلي في التعليقات وشاركي قصتك، وياريت كل بنت تاخد بالها من نفسها.